كابتن ميدو اللي عايز يعمل فتنة في البلد. تخيلوا بيقول ايه؟ بيقول في حالة إلغاء الدوري الزمالك هيلعب في الدوري الأسباني. لو انتوا في الدوري الأسباني بتاخدوا الدوري، انتوا في الدوري المصري بتاخدوا أصلا التالت أو الرابع. انت هتروح تلعب في الدوري الأسباني، انت هتبقى حصلت الدوري. الفرق اللي هي الخسارة اللي تحت هيكسبوكوا أساسا. يبقى ازاي تلعبوا في الدوري الأسباني؟ طب قول دوري مثلا دوري القطري، معقولة شوية. والدوري الكويتي معقول شوية، معقولة شوية. يا عم قول الدوري التونسي، معقولة شوية. راح تقول الدوري الأسباني؟ هو كل من هب ودب يلعب في الدوري الأسباني. يا خلاص بقت هسه، بقت هسه. الله يخرب بيكم، الله يخرب بيكم. عايزين يعملوا زي الأهلي. طب أقول لك على حاجة، في عرض من الشيخ التركي بيقول، العرض بيقول إن الدوري السعودي فاتح أبواب للنادي الأهلي في الدوري هناك. تخيل دي بقى. الشيخ التركي بقى، الشيخ التركي اللي خرب الدنيا في مصر، اللي عمل بيراميدز وخرب الدنيا في مصر دلوقتي. احنا كأهلاوية مش عارفين ننافس مين. يبقى احنا نكمل في الدوري ليه؟ احنا نكمل في الدوري ليه؟ انتوا بس عندكم شماعة الحكام. انتوا كنتوا بتلعنوا وتسيبوا الحكام المصريين، دلوقتي مش قادرين نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. ولا عشان هنا بوريده مسك الاتحاد الكورة وهو زملكاوي فخلاص الطبخة بقت واحدة. الطبخة والكوسة بقت واحدة. طبعا الطبخة تطلع يعلم بقى لربنا سواد طين ما تأكلش. الواحد ياكل في الشارع أحسن. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل. فين الكورة في مصر؟ مفيش. فين الأهلي بينافس مين؟ مفيش. كله بزراميط، كله معرفش، كله حز، كله شغال بالحب. ادفع عدي، زي اللي بيكون معدي بطريقة تعين الطرق. هتدفع هتعدي، مش هتدفع ما تعديش. ليه ما يقتلوه؟ ليه ما يسجنوه؟ هو نفس الكلام عندنا في الدوري. الأهلي هو مصدر الدوري المصري، الأهلي هو مصدر الدوري المصري. فين الزمالك؟ مفيش. فين البيراميدز؟ البيراميدز ماشي. فين الإسماعيلي؟ مفيش. الله يخرب بيكم، كرهتونا في الكورة. أكتر حاجة بنحبها كشعب. كرهنا الكورة، كرهنا كرة القدم، وكرهنا كرة السلة، كرهنا كل الكورة اللي في الدنيا. كرهنا كورة في الدنيا بسبب ده الاتحاد، وبسبب الإعلاميين. وكش أقول لك حكام مش حكام، وفي الآخر ماتش الأهلي والزمالك احنا بنستناه كل 3 شهور 4 شهور اتلغى. من الهم والحزن والنكد يا ناس. احنا بجد زهقنا. الله يخرب بيكم، خلاص اتخنقنا.